لو انت ما تعرفش او انت ما تعرفيش ان في فعاليه قويه جدا لازم تشاركوا فيها، يبقى فايتكم كتير. الفعاليه دي اسمها فعاليه الحياه، ايفنت اسمه الحياه، في اكتر من 8 مليار بني ادم مشتركين فيه. انا مش فاهم انت دورك ايه فيه بقى، يعني انت هل انت تسمع عنه؟ يعني سمعت ان في حاجه اسمها فعاليه الحياه قبل كده، ولا انت جاي ضيف شرف؟ فعاليه الحياه لازم يكون ليك دور فيها. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقكش متفرج، ربنا سبحانه وتعالى خلقك ليك دور، ربنا سبحانه وتعالى خلقك ليك مهمه. هل انت تعرف انت ايه مهمتك في الحياه؟ انت عارف دورك ايه في الحياه؟ انا اصلا مستغرب والله، يعني هل انت متخيل ان ربنا خلقك حاشا لله عبثا مالكش دور؟ ربنا سبحانه وتعالى خالق كل بني ادم ليه دور، خالق كل بني ادم ليه مهمه. هقول لك على حاجه، تخيل ان انت ممكن تكون الهدف من حياتك، طبعا بعد عباده الله، لان ربنا بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بس انت متخيل انت ممكن تكون الهدف من حياتك انك لما يكون عندك 43 سنه و5 شهور و6 ايام وساعتين تنقذ مثلا طفل كان بيعدي الشارع تلحقه قبل ما عربيات تخبطه؟ انت متخيل ان ممكن يكون هو ده بس دورك في الحياه؟ طيب اعرف منين دوري في الحياه؟ يعني انت كواحد دلوقتي مشارك معانا في الايفنت العالمي ده، انت تعرف دورك ازاي؟ وتعرف ان انت هل ليك مهمه ولا لا ازاي؟ هقول لك ازاي. ربنا سبحانه وتعالى بيخلق كل بني ادم عنده ملكه، عنده خصله، عنده حرفه، عنده مهنه، عنده تكنيك معين هو بيتعامل بيه في حياته. وانت ما استغلتش الحرفه او المهنه او التكنيك او الملكه اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لك دي، يبقى انت مش مشارك معانا في الايفنت ده. يبقى انت من الناس اللي ربنا هيستبدلهم ومش هيستخدمهم. ليه؟ لان انت لو ما قمتش بدورك، اوعى تستصغر دورك في الحياه، اوعى تستقل بنفسك في الحياه، اوعى تقول انا ماليش دور في الحياه. انت ليك دور، وليك دور مهم جدا 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 في الحياه. المكنه الكبيره الضخمه اللي بتحفر في الجبل متكونه من شويه تروس، كل ترس على قد حجمه الصغير على قد ما ليه مهمه كبيره جدا عشان يشغل اخواته الكبار اللي بيشغلوا المكنه الكبيره اللي بتكسر الحجر، المكنه الكبيره اللي بتشق الجبل. لولا الترس الصغير الترس الكبير مش هيشتغل، ولولا الترس الكبير المكنه مش هتشتغل. كنت ضربت مثل قبل كده، وطبعا مع اختلاف كامل في التشبيه. يعني انت ممكن تكون بتتفرج على حفله فيها مجموعه من العازفين، اوركسترا كامل من العازفين، وتلاقي في واحد قاعد ماسك آلة صغيرة، قاعد في ركن بعيد وقاعد هادي وساكت قدامه النوتة، عمال يقرا الحفلة ماشية ازاي والتون ماشي ازاي، وعارف ان هو بالدقيقة 150 هيعمل حركة بسيطة ويقعد ساكت برضه. هل هو ملوش دور بوقته الصغير بالآلة الصغيرة في الوقت ده؟ هل هو ملوش دور؟ أكيد ليه دور. طب ليه ما قال لهمش استغنوا عني، ومش مشكلة أنا مش هعمل الدور ده، أنا هقعد أتفرج بس؟ هيمشوه، هيجيبوا غيره. ليه؟ لأن أنت ليك دور مهم جدا تعمله في الوقت ده، في الثانية دي. لو أنت ما عملتوش السيمفونية باظت. طبعا مع اختلاف التشبيه، أنا بس عشان خاطر سبحان الله الواحد حاسس التوجه كله في العالم دلوقتي ما بقاش، يعني سبحان الله، يعني لازم تفهموا كده، لازم تفهموا كده، يعني لازم الواحد يوصل المعلومة خصوصا للجيل الجديد كده. لو أنت عندك صحة ما استغلتهاش يبقى أنت ما تستاهلهاش. لو عندك مال ما استغلتوش يبقى انت ما تستاهلوش. لو عندك وجاهه ما استغلتهاش يبقى انت ما تستاهلهاش. لو عندك ملكه ما استغلتهاش يبقى انت ما تستاهلهاش. لو عندك حرفه ما استغلتهاش يبقى انت ما تستاهلهاش. لو عندك كاريزما ما استغلتهاش يبقى انت ما تستاهلهاش. وكل اللي انا قلت تستخدمه ده تستخدمه فين؟ في عماره الارض، في حب الناس، في افشاء السلام، في تسيير الامور. ساعدوا بعض بالضحكه، ساعدوا بعض بالبسمه، ساعدوا بعض بالكلمه الحلوه.